يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصه. والله يا جماعه الفيديو دوت خطر اكتر من اي فيديو تاني. الناس العفويين بتوع النهارده دول عندهم ذباب الكتروني، عندهم جيوش بجد، مش سهل ان اي حد يتكلم عنهم والله، يعني غير اي حد تاني، وهتشوفوا ده بنفسكم بعد ما الفيديو ينزل. النهارده هنعرف مين اكتر شخص عفوي على السوشيال ميديا، واول واحده معانا الاستاذه سما العفويه. بس يا اسطى معانا بنات، بس يا اسطى مش لازم يا اسطى يعني تعمل النمره دي وتعرفني وبتاع عادي، بس يا اسطى والنبي عشان مخلوق. بس عامله ايه؟ انا عمر، انا حمزه، انتي مساء الخير، انا فاس. ماله قلبك ممكن تشوف من زي دلوقتي؟ لا مش في ايدك كده، بتلعبيش ولا ايه؟ وريني الباي. سما بتختلف عن اي بنت تانية ان هي مش بنت عبيطه كده وهبله بيضحك عليها. سما قطع على الولاد كلهم وحركاتهم، وعارفه لما ولد بيعمل حاجه بيبقى قصده ايه. يعني واحده زي سما دي اوعى لو قعدت معاك في مره مثلا تحاول تثبت اي حاجه او تعمل اي نداء تزاوج. يا قلب اخوك حشتني. ايه الاخبار؟ اهلا. ايه ده؟ بقالنا كتير ما شفنالكش صاحبه حلوه يا راجل. ايه الاخبار؟ انا سيف. قبل لحظه، ايه يا حبيب اخوك؟ جايلك يا خلص هنا بس. جايلك لحظه. اسمك ايه؟ عرفت شويه. لا بس انت شكلك مش معقده، مش من البنات الفيمينست بقى انتوا فاكرين ان ليكوا حقوق بقى الحاجات الغريبه دي. لا شكلك بنت، شكلك توافقي ان انا اتجوز عليك. ايه ده؟ بالك قلبتي كده، بص قلبت ازاي يا اسطى. انا فاهم سما هي بتعمل ايه كويس. سما من نوعيه بنات كده بيبقوا متخيلين ان هم مختارين في الارض، هم البنات الوحيده اللي طالعين على كل حاجه، وبيبقى شخصياتهم قويه بمزاجهم، وبيبقوا بنوته بمزاجهم. انا بنوته والنبي انا بنوته عشان انا بنوته. اللي هي لو انتوا في قاعده كده وانت قلت اي حاجه هتلاقي بصت صاحبتها وتقول لها هو بيتكلم كده ليه؟ او عملت اي حاجه ضحكت مثلا هتلاقي برضه بصت هو بيضحك كده ليه؟ الفكره ان نوعيه البنات دي بيبذلوا اقصى مجهود عشان يبينوا ان مفيش حاجه عاجباهم، وبيتريقوا على كل حاجه وشايفين كل حاجه غبيه. بس هي الفكره ان كل اللي موجودين، يعني كل ولاد وبنات وابو قمر ومحمد طارق، كل الناس فاهمين ايه اللي بيحصل، كل واحد فاهم اللي بيقول حاجه بيقولها ليه، وكلنا قاطعين على بعض، بس عادي يعني كل واحد بياخد التاني على قد عقله. يا اسطى مش عارف انسى يا اسطى، امي سحبت مني التليفون عشان شافتني بشك، بكلمك من الايباد. مين؟ مايا؟ دي الاكس بتاعتي، بس 16. ربوا عيالكم. بتلوع الروح بس اللي انت بتتكلمي فيه ما ينفعش يبقى ما ينفعش تاجل لغايه ما انا اكون كويس نفسيا نتكلم معاكي، لازم تقعدي تضغطي عليا. انا اسفه جدا. ماشي اسفك معاكي. انا اسفه جدا. بصوا يا جدعان، القفله دي اللي هي حد واخد باله من نهايه كل فيديو ليها. اوكي اوصلك. معيش عربيه ميكروباص؟ لا. اوكي باي. اللي هو مش مصدق اللي هي قالته فشختهم. مش صاحبتي الوزن. انا اسفه. عندك ايه شخصيه؟ انا اسفه. انا اسفه. باي. انا اسفه. ربوا عيالكم. اسفه. انا اسفه. ست عادي والله، عادي يعني ما تعتذريش. انت عملتي، انت فضحتي الاولاد يعني وحركاتهم العبيطه، مش حاجه يعني. هي دي مدرسه عامه على تيك توك، اللي هو في ناس كده كتير بيقفلوا الفيديو في الاخر بضحكه كده او باعتذار. انا اسفه. اللي هو عفوي جدا، فاللي قاله ده ضحكه او هو جه على الجرح جامد فبيعتذر. انا اسفه. وهو بيبقى اقسم بالله عادي الضحك 50 مره عشان تطلع عفويه. انا اسفه. ماشي. سما هتاخد 8 من 10 في العفويه، والاتنين دول عشان مافلد لسه ما اكتشفهاش، لو اكتشفها يطلع يفرجنا على الغلاف الجوي في روسيا. بس هو كده 8 ده حلو يعني. انا اديتها 8 اصلا عشان لقيت الولد العفوي اللي هي بتقلده. اوعى تاخد البنت اللي كل الناس عايزاها، خد البنت اللي مش اي حد هيعرف ياخدها. عروناش. لا مش هنعيدك يا اسطى، بس انا اللي لفت نظري في الفيديو كله القعده اللي هو قاعدها. هل دي قعدتك الطبيعيه؟ يعني هل انت في الطبيعه على طول في زاويتين من الباي كده بيبقوا باينين، وقاعد كده فاتح رجلك كده اللي هو جاهز انك تهشتك اي واحده معديه؟ الست اول ما يبقى معاها فلوس هتكون عايزه تسقط هو ليه صوته هنا عادي؟ ليه صوته هنا الطبيعي في الفيديو ده؟ نفسها هتقول لك انا مفيش حد ليه كلمه عليا، بس الراجل اول ما يبقى معاه فلوس هيبقى عايز ياخد باله من الناس اللي حواليه. اللي حواليه هيبقى عايز ياخد باله من الناس اللي حواليه. هو ليه طبقه صوته اتغيرت؟ ممكن تاني يا اسطى معلش. بس الراجل اول ما يبقى معاه فلوس هيبقى عايز ياخد باله من الناس اللي حواليه. لسه حواليه رجع تاني، القصبه الهوائيه اتفتحت. كتير اغنياء بيشوفوا واحده فقيره ومش فارق له كتير طالما البنت كويسه. اسطى عامه بجد والله سما بتقلد صوت الرجال احسن منك بكتير. هيبقى عايز ياخد باله من الناس اللي حواليه. انت لما تموت الناس تاخد عزاك هيزعلوا عليك اسبوع، بس تاني اسبوع هتلاقي مديرك بيبدلك في الشغل، وهتلاقي اصحابك بيرتبوا عشان يخرجوا. فانت عايش ليه للناس؟ الناس دي فرق لها ايه في حياتك؟ الناس كلها اللي قدامنا دي بتعمل لك ايه؟ وانت شايل همها ليه؟ ولا فاكر الناس دي هتعمل لك حاجه؟ وبتفكر الناس هتقول عليك ايه؟ وخايف منهم وخايف من رايهم. مفيش حد بيفكر
فعلا فعلا والله الناس اللي في اركان دي عمرهم ما فكروا فيه، لان كل اللي قاعدين دول اصلا خلايجه يعني، الا عبد العاطي وعمرو سلامه. بس انت عامه الناس ما كنتش محتاج انك تعمل كل ده عشان تبين انك موجود هناك دلوقتي يعني. اللي هو انا فاهم عايز بنتين كده عندهم 18 سنه متغذين كويس وبيحبوا الدم الحامي ييجوا يقول لك ايه ده انت قاعد هنا واحنا كمان. كنت ممكن عادي تنزل ستوري اللي هي الستوري العشوائيه اللي بواحد مصور مكان كده عشوائي، اللي هو ده بيبقى معروف ان هو ندات انا قاعد هنا يا جماعه لو في حد يعني. كان هيجي لك ناس كويسين برضه يعني هيرموا معاك لحمه. بس خلي بالك بقى في حركه اروش بكتير، انك تقعد في مكان واحد في اركان ما تغيروش يعني. كل مره انت بتروح تقعد في نفس المكان فبيتعرف انك قاعد هناك على طول. انا فاهم عشان انت في العشرينات برضه مش قاطع قوي على الحوار ده، بس اي مشهور مستدرج يعني 30 او 40 او 50 هتلاقيه بيعمل الحوار ده. اسمع مني يا اسطى كده يعني انا فاهم كويس وعارف بقول لك ايه. في نوع بنات عامل زي الاعلانات اللي بتظهر لك وانت بتتفرج على اي حاجه. يعني الست هتضايقك عادي، بتحصل كل يوم. في نوع بنات حد خد باله ان انتوا لو بداتوا تعاملوا الستات على انها عيال صغيره معظم مشاكل الدنيا هتتحل ولا ايه؟ في نوع بنات هو ليه البنات دلوقتي ما بتدورش على راجل بجد؟ كل اللي انتوا عايزينه شويه اتنشن. في نوع بنات تخيل كده لما تلاقي واحده الستات بتتسند على الرجاله، عايز البنات تبص لك صح؟ في نوع بنات ان الستات اي ست الست أول. لو انت مع واحده انت لو فاهم دماغ الستات اوعى تثق في اي ست. الستات بتدور على عشان تختارها صح لازم تركبها. الستات بتكره الراجل الضعيف. يا بنات البنت عمرها ما يا اسطى انا عايز افهم بجد انت هتخلص امتى يعني؟ انت اكيد بعد كل الفيديوهات دي اكيد فقدت عذريه يعني، اكيد مش كل ده على الفاضي. اصل انت مكمل ليه لحد دلوقتي يعني انت ازاي لحد دلوقتي ما وصلتش انك تتكلم على التداول مثلا؟ ازاي لسه في الحته دي؟ في نوع بنات ان ده اقبح راجل على وجه الارض، لو كان عمل نص الفيديوهات دي كان زمانه خلاص دمر مستقبل 20 بنت مثلا. في نوع بنات الله في شويه رجاله مكتوب كده. في شويه رجاله ما تقلعهمش من رجلك اللي بيخليك تحبيله. يا اسطى انا الوهله اتبسطت كده، جالي احساس انك هتتكلم على الرجاله خلاص وهتسيب البنات في حالها. في نوع بنات بس طلع الموضوع برضه بيتمحور حوالين البنات. شاف هو يقعد كده زي الهانم وانت تدفعي له فلوس، ده عنده مشاكل عنده ظروف. يا اسطى خلي بالك انت صوتك بيرفع ويتخن، لازم تركز في الحوار ده. ده عنده مشاكل عنده ظروف، هاتيله اولويز عشان ده بينقط. وفي اللي بيخلي ايوه يا بيسو اللي فاهم حاجات البنات. اطلعي بره هتلاقي حاجات البنات على الترابيزه عشان تعرفوا ان بيسو حبيبك فاهم كل حاجات البنات. الشباب اللي بتعاكس انت كده شوح يعني الشباب بتاعت الصيدليات يا عبد القادر. البنت هتسمع الكلمتين بتوعك اعصابها هتسيب وركبها على الارض، هيجي لها البري منك. يلا انت بايظ، يلا هتلاقيك رافع سيجاره باودر مش شايف قدامك. يا اسطى بقى ايه سيجاره باودر دي يا اسطى؟ انت ولا نافع في احترام ولا بنات ولا صياعه وحالتك وايه بري يا اسطى؟ الكلام ده ما بيتكتبش. بص يا اسطى في كلام لما بيتكتب بيبان ان هو مكتوب. يعني انت تقعد مع نفسك تقعد تكتب الشباب بري او تكتب مثلا ده هاتله الوز عشان ابقى بينقط. يعني الكلام ده لو مش بيطلع منك وانت بتتكلم ما تكتبوش عشان بيبقى محرج فشخ. في نوع بنات انت يا اسطى عامه بجد كانت كل مشاكلك تقريبا هتتحل لو انت كنت بتساب تنزل لوحدك قبل الجامعه. يعني ما ينفعش يبقى اول احتكاك ليك بالبشر في اساينمنت مثلا. دي نصيحه بجد، دي نصيحه لكل واحد ان هو لازم يتعامل مع بشر من البدايه من اول حياته عشان ما يوصلش بيه الحاله ان هو يبقى زي الاثنين اللي هو شايفهم قدامه دول كده. في ولد فرفور اسمه كاتو. دلوقتي انا معايا الملكه ست البنات. في نوع بنات القمر بزياده، الغنيه بزياده، البنت اللي هيجي على سكتها يندم. بشرى. ليه بنات كده؟ ليه بتخلوا شكلنا جاهل كده؟ يعني انا عماله اقول انا مش هاجي على البنات بس خلاص. انا زهقت البنات وربنا والله زهقت لهم خلاص. يعني تتخيل بنت بتفتح عادي عايزه تتبسط شويه لسه مخلصه غسيل في نوع بنات بجد قررت تاخد شويه وقت لنفسها، تفتح تيك توك ولا تفتح اي حاجه. في نوع بنات بتلاقي كل الناس بتنظر عليها وكل الناس بتوجهها. يعني انا عماله اقول انا مش هاجي على البنات بس خلاص. يعني ستوب. انت مش عارفه حاجه صح؟ بتقولي انا مش عارفه، انا مش مجرد بتقولي انا مش فاهمه حاجه في حاجه، لكن ما تقوليش يا عمر I'm just girl يا عمر عشان انا بنت. انا لا مش قولي كده في نوع بنات انا بس عندي تعليق بسيط على خناقتها مع اياد الموجي. انا والله تمام يعني انا اصلا مع اي حد ضد اياد الموجي انا بتغمرني سعاده رهيبه والله لما بلاقي حد بيهاجمه. وانا كنت تمام معاها مع انها كانت عماله تلوش يعني وكانت بتغلط فيه وبتاع. بس انا مش فاهم هي ليه خسرت البيف ده. يعني هي خدت وضع الخسرانه وبدات انها تخرج عن شعورها وتقول حاجات محرجه والناس فرحانه فيها، وهي اصلا يعني اياد ما ردش هو حرفيا عمل لها تراك. يعني هو بجد خد كلامها وحطه على فري بيت من على اليوتيوب. فمش فاهم يعني ليه خسرت البيف ده. يعني انا حاسس ان في اتنين اتخانقوا كده، واحد دخل مسك التاني ضربه وبقى في الاخر طلع بيعيط، فشكله قدام الناس كلها ان هو خسر. بس انا في تحليل في دماغي كده هي ليه خسرت البيف هقوله لك دلوقتي. طيب في ولد فرفور اسمه اياد الموجي عامل عليا الفيديو وبيتكلم عليا. ليه بيتكلم عليك يا بشرى؟
ريكورد دي شغلته، اللي هو يجيب فيديوهات الناس يقعد يهلس عليهم ياخد ماني من الكلام ده. بس هو يجيبني انا يقعد يتكلم عليا؟ لا. ومش هو بيتكلم لوحده، ده جايب واحدة تقعد تطبل. قالوا عليا ان انا بنت. شوفي الاسلوب اصلا. قال عليك بيت دي بقى بصراحه حاجه مش مقبوله. وولية ومن المحلة. يا نهار اسود، ومن المحله كمان، يعني قال عليك بيت ومن المحله. شكرا قفلوها. المهم اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده بالظبط سبب خسارتها. لا. اي بيف عامه عايزين تعرفوا مين اللي هيخسر، هتعرفوا من طريقه الكلام دي. اول ما تلاقي حد بيتكلم كده اللي هو شايف نفسه ان انا بقى اللي هفشخ دلوقتي، اللي هو بيبقى طالع شكله ما بيردش او بيهزر، اللي هو طالع يهزق ده، عارف اللي بيبقى طالع يهزق واحد طالع ينمره، هو ده اللي بيخسر اي حاجه. وفي حاجه عامه في الانفلونسرز كلهم، ان كل واحد بيبقى حاسس ان هو الوحيد اللي مختلف، هو الوحيد اللي جاي من تحت، وهو الوحيد اللي عارف كل فئات المجتمع دي عامله ازاي، وان هو اللي راح يتعامل مع الفقراء والسرسجيه والاغنياء، حاسس ان هو الوحيد اللي لافف وداير. فبالتالي ما يغركوش بقى الشخصيه الكيوت اللي على السوشيال ميديا دي، انا لو حد نكشني هتجنن عليها واطلع له شخصيات تانية. فهتلاقي دايما اللي بيكسبوا البيفات عاملين زي ده كده، اللي هو واحد عايش حياته كلها بيلعب لول وعنده طيف من داون سيندروم. بعتولي فيديوهات كتير قوي لناس بتتكلم عليا ومستنيين مني رد على الناس اللي بتتكلم عليا دي. الفيديو ده قبل ما هو يكون رد فهو توعية لأي بنت هيحصل لها اللي حصل لي، أو لأي شخص سوي نفسيا يتصرف ازاي في الموقف ده. فلو انتوا مستنيين مني اي شتيمة عايزه ايه؟ طيب اخلصي يا زيد. تربيتي انا مش اللي شتمني يشتم. احنا دولة فيها قانون وانا واحد. يا نهار اسود ماشي. انا بحترم القانون جدا. انا عارف الجمله دي بيجي بعدها ايه، انا عارف الجمله بتاعت احنا دوله فيها قانون واحنا قضاءنا الشامخ، بيبقى في حد هيتفشخ بعديها. انا مش قصدي ان ده كلام غلط، طبعا ده كلام صح، انا بتكلم ان هو دايما بيتقال قبل ما تفشخ حد. اتمنى يكون الكلام ده واضح يعني. في نوع بنات فقررت اني اقدم بلاغ للسيد المستشار النائب يا العام نهار اسود. لكل اللي حصل لي الفترة الأخيرة من تجاوزات. جزء من البلاغ ده لازم يتقال، بس اللي مش هقدر أبدا أشيره هو أسماء الناس اللي موجودة في البلاغ، لأن كل واحد غلط فيه. يا دي فاهم. تقدمت الشاكية لسادة النيابة العامة لحسننا جميعا لثقتها الكاملة في سعي النيابة العامة لمحاربة الجرائم الإلكترونية. يا نهار اسود. ماشي. بص يا ملكه، مبدئيا ما تعمليش بلاغين ورا بعض عشان ما يزهقوش منك، بس يا جد يا ريت انا ما اتحطش في حاجه زي كده، لان انا بجد في الفيديو ما قلتش حاجه، يعني ما قلتش حاجه تحبسني يعني، بس انا ممكن اتحبس لان انا مش معايا فلوس اجيب محامي يعني. بس بجد لو عايزه اشيل الحته بتاعتك من الفيديو قولي لي قبل ما تقولي امسح، قبل ما تقولي هتلاقي الفيديو مش موجود في الكون، تقدري تسالي عني هادي غالب والفنانه رندا البحيري، وهم بيفكروا لسه في الموضوع لقوا الفيديو مش موجود. وبعدين انا بنام متاخر، اوعي في يوم من الايام تنزليني الصبح في الحر والشمس عشان عامله لي محضر وعندي جلسه والجو ده. في نوع بنات حلو قوي كده على بشرى، عشان بشرى خلقها ضيق ومعاها عربيه بورش تقريبا، فهي بتنزل الصبح براحتها في اي وقت. وبشرى هتاخد 10 من 10، هتاخد 15 من 10 في العفويه، اكتر واحده عفويه على النت. في نوع بنات دلوقتي معانا ابو قمر هياخد 0 ومش هتكلم عليه اصلا عشان انا مش قادر، والله ما قادر له النهارده خالص، رصيدي من التحمل خلص، فهدخل على مرقص. استنى يا مرقص معلش انت كيوت، بس انا محتاجه موف من الخضه اللي انا اتخضيتها في الفيديو اللي فات. بس انا عمري ما جربت كراب حادق استنى يا ابني استنى، انا حاسس ان انا بان عليا قوي ان انا خايف، وممكن اي حد يهددني يستغل ده بعد كده يهددني اللي هو هحبسك وبتاع. في نوع بنات محدش يحبسنا يا جدعان، انا سن صغير قوي عامه، ما هاخدش احداث غالبا. انا عمري ما جربت كراب حادق قبل كده، بس عملت ريسيرش بسيط وعرفت ان في مكان بيعمل اعلى كواليتي كراب حادق في مصر كلها. الكريب حادق ده هو مش الكريب الطبيعي ان هو بقى حادق صح؟ انا فاكر ان الكريب الحلو دوت بلبن اللي اخترعوه. الفكره انا مش بهزر والله، بس هو مرقص بيديك احساس كده انك بتهزر هزار الفقراء، عارف النكت الفقراء اللي هو ايه ده يعني ايه فطار اصلا. عامة الكومنت اقنعني، والساعة دلوقتي 5 الفجر، فخلونا نعمل سناك من غير ما نولع النار. اول حاجة شوية جوتشي عنب، شوية مكعبات الجوتشي ده يا جدعان ويجز قاعد يغني 3 سنين عشان يعرف يجيبه. في نوع بنات بارميجان ريجانو كيوب. انتوا اكيد مش هتاكلوا الكلام ده لوحديه، فخليني اوريكم انا باكله ازاي. اي بلاك ترافل شيبس انتوا بتحبوه this is my favorite kind، وعلى الشيبس هتحطوا شويه كريم فريش، هنحط عليهم شويه كافيار، واخر حاجه سمر بلاك ترافل. عايز اقول حاجه فقيره فشخ والله، عايز اقول ان انا عايز اعمل سندوتش شيبسي مثلا. اكيد كل الحاجات دي اتقالت، انا متاكد ان كل الكلام بتاع الفقراء اتقال، عشان في حاجات بتضطرك انك تهزر هزار فقراء. انا فقير اصلا بس كنت بحاول ابطل الهزار ده يعني. ينفع استبدل الكافيار بحبه البركه؟ وحضرتك شغال ايه؟ فضول بس يا ابني، شغال ايه؟ الاكل ده ما بياكلوش الناس اللي شغالين. بيعمل الكافيار معامله الترشي. جبت العنب منين؟ هي دي بقى الحاجات دي انت في اول وهله هتبص تقول ايه يا جدعان بطلوا لا، هو ده الهزار اللي ينفع. انا قصدي اقول له ايه طيب؟ يعني ايه الهزار اللي ينفع؟ ايه قول لي افيه على الحوار ده غير
الفقر. اتفضل يا عم، انا لبست قطع وقلبته اندر فتله ومكمل بيه عشان معيش فلوس اخواته. بص كل واحد بقى بيحاول يجيب اقوى حاجه عنده. يوسفني اقول لكم ان انا تعبان، فانا مش قادر اطبخ حاجات معقده اللي انا بعملها، فتعالوا هيشوي ديناصور دلوقتي. النهارده نرجع للبيسك. انا عايز افهم حاجه، ايه ده بيخلي المايه ماشي فاكس؟ مش عايز افهم. بس كده شويه سموكت سي سولت، واستعملوا الفليكي سي سولت. ماشي يا جماعه، انا متاكد ان مرقص بجد بجد بيقول حاجات كتير ملهاش معنى، يعني بيقول اسماء حاجات كتير مش حقيقيه، ومعتمد بس ان اغلب اللي هيتفرج عليه كده تحت خط الفقر، فمحدش هيهتم ان هو يدور. يعني عامل زي ممدوح فرج زمان كده لما كان بيقعد يقول لنا اسامي حركات وضرب مش حقيقي، يعني بيسمي اي ضرب اي اسم وخلاص وكده كده. اكيد مفيش حد شغال في الدبليو دبليو اي مثلا هيروح يتفرج على اي ار تي مثلا، فعادي يرزع اي كلام. فهو مرقص كده كده فاهم ان اروق شاب فينا معاه عربيه فيرنا وبياخد الحد الادنى للاجور وبيروح جيم ما فيهوش تريدميل، فكده كده مش هيهتم ايه الحاجات اللي هو بيقولها دي. مرقص هياخد في العفويه 7 من 10 في العفويه. والواد الباسم ده ما اديتلوش برضه، هياخد في نوع بنات، هاخد 1 من 10 في العفويه. في نوع بنات. بس كده يا رجاله، كده الفيديو خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اهم حاجه. هبقى اقول لكم في مره انا بقعد فين في اركان، لو حد حابب يجي يسلم يعني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. في نوع بنات. بس كده يا رجاله، يلا سلام. في نوع بنات. عامل زي الاعلانات اللي بتظهر لك وانت بتتفرج على اي حاجه، 5 ثواني كلام خلاص انت عايز تخلص منها، اشكال مش نافعه. يا روناش